انضم إلينا الآن المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة الاستئناف في القاهرة. طيب، الحديث عن الاعتقالات الآن وعدم تحويل الناس إلى القضاء وعدم زيارتهم وعدم وجود محامين لهم. كل هذه إجراءات في حكم القانون بنظرة تقليدية مجردة. يلزم أن يكون لكل متهم محامي يحضر معه إجراء التحقيق، ومن أبسط مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطيات الحديثة وقوانين الإجراءات التي كفلت للمتهمين أو الذين يتم التحقيق معهم هناك لهم حقوق وحد أدنى يجب توافره، وهو حقه بالاتصال بمحاميه، حقه بالاتصال بذويه، ووجوب أن يكون معلوم ما هو المكان الذي يحتجز فيه، حقه في أن يبقى الرعاية والعناية والمعاملة اللائقة التي تليق به كإنسان، حيث أنه حتى هذه اللحظة لم يتم إدانته بأحكام نهائية تستوجب أن يتم عقابه أو إيداعه في السجن لفترة معينة التي سوف يقضى عليها بها. هذه الإجراءات هي الواجب توفرها، وعدم توفيرها وعدم تحقيقها أمر للأسف لا يصب في مصلحة العدالة، يهدد بأن هناك أحكام قد لا تصدر بسبب هذه الإجراءات التي تم إغفالها، وأيضا في ذات الوقت يعيد وتعتبر نقطة سوداء في ثوب العدالة إذا ما قام المحقق بإغفال كل هذه الضمانات وعدم توفيرها، لأن هذه الضمانات ضمانات قانونية وإنسانية وأخلاقية وليست هبة أو منحة من المحققين في